السلام عليكم يا شباب. اليوم هذا فيديو جديد ولا تنسوا تحطوا لايك واشتراك. اليوم عندنا تحدي حذف الأسلحة. وش يعني حذف الأسلحة يا نازيم؟ معناها إذا أنا نزلت في الباتل رويال ولقيت سلاح، يعني أنا لقيت UMP، فلما ألقى UMP فلازم أحذفه من الحقيبة UMP، وإذا تلاقيته مرة أخرى لازم ما ألعب به. يعني أي سلاح ألعب به أقتل به، يعني أي سلاح أقتل به واحد ما أقدر ألعب به مرة تانية. أتوقع فهمت التحدي صح؟ ونلعب سولو لوحدي. هذا هو التحدي، ويا رب ننجح في التحدي. هو سهل، في كتير يوتيوبر مشاهير عملوه، أنا راح أعمله الآن. والله متحمس يا شباب، متحمس كتير يا شباب، والله متحمس. يلا ادخل. وين راح ننزل؟ أكيد راح ننزل بالبيمصات، ما راح ننزل بالبيك لأنه البيك قاعدين ينزلوا فيهم زيتين، فهمت؟ فصل مشكلة، فصل لي مشكلة هون، فقاعدين يدخلوا معي لاعبين أغلبيتهم لاعبين بيس، وقاعد ألعب روم يا شباب. والله باتل رويال. شوف، باتل رويال مصنف، فهمتي؟ ننزل بالبيمصات، نقطة الزرقاء بالميل، لكن ما راح ننزل بالميل، ننزل بالبيمصات عشان ما نموت بسرعة، ننجح في التحدي. أتوقع فهمت الفكرة صح؟ فكرة كتير عملها الصحراوي، عملها زين، عملها علي عمر، وأنا راح أعملها الآن عادي. وين المشكلة يا شباب؟ ننزل في البيمة ساكتي 6 ريم، ننزل في البيمة ساكتي الآن. يلا، في كتير ناس بالمساكتي. في واحد معي شباب، في واحد هونيك معي. دقيقة نحي هكذا. يلا، أنا الحين لقيت سلاح الماغ والرفراف. أنا الحين لقيت سلاح الماغ والرفراف. إذا قاتلت شخص بالرفراف ممنوع علي ألعب بالرفراف مرة تانية، وإذا قاتلت شخص بالماغ ممنوع بالماغ مرة تانية، فهمت؟ الحين لقيت XM8 يا شباب، يعني لازم أي سلاح ألقاه أقتل به الشخص. دقيقة، كيف قتلني يا شباب؟ هاكر يلعب بطروقون. يلا ننزل في الفاكتوري. أفضل. شوفوا، أنا بالرشاش ما قتلت شخص، بالXM8 ما قتلت شخص، وبالماء ما قتلت شخص. يلا والله شكلي راح أنوبها الآن، يا رب ما أخسر. أنا أنوب يا شباب من زمان، أنا أنوب، لا أمزح، أنا أسطورة، أنا أسطورة يا شباب. نعلى أقول أوه، وجدت البيزون وسنايب، ما في أكثر راسه سنايب. يلا نلود شوي أسلحة وأسكاس، راح ناخدو الأسكاس ونرمي رصاص سنايب. الكورت سلاح، أيضا الكورت سلاح حلو. أوه، أين هم البشر التي ليس لديهم أطهر؟ ناخذ الرصاص هكذا. وين الناس؟ أين هم البشر الذي ليس لديهم أطهر؟ واحد كان في القلب الآن، أتوقع هو داخل هذا المنزل. نزل واحد قاعد يضرب، يا رب اقتله يا رب. لا، مستخبي هو. شفتك يا صديقي. لا 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 لا، في شخص قاعد يخرب الفرن. ابلع الآن، أنا قتلت شخص بالبيزون، فراح أرمي البيزون وآخذ سلاح آخر. يلا خذ سلاح بسرعة، في فايت هون.
في كتير ناس. في MP5 لكن لا البي اس اس احسن. يلا نعمل هاي، يلا بينا. في شخص هون، يا إلهي يا تعال تعال يا صديقي، تعال أوريك الاحتراف. أبوش له بالقنبلة. وين وينه هاد الشخص؟ شفته كيف يضرب؟ لا شوفوا رقد هون. لا حرام علي، والله حرام علي، قتلتني بنت. لا مش بنت، مكتوب نسيم البحر. فراح نلعب جيم تاني. والله الفكرة أسطورية، يعني سلاح اللي يقتل به شخص أحدث، كأنه حذفته من اللعبة أصلا. راح نلعب جيم تاني يا شباب. والله هي فكرة أسطورية، يعني تحفة الفكرة. فهمت، فكرة أسطورية جدا. وهذا الجيم راح نعملها في كلاس سكواد. إذا بقينا وقت راح نعملها في كلاس سكواد، أو راح نعملها إذا فيديو 50 دقيقة ما عندي شك. فراح نعملها أيضا في وضع كلاس سكواد مصنف. شوف الأرض. وفي الفترة هذه صرت أشك بنفسي إني نوب، من قاعد أجيب كتير كلاب. والله ما بقي لي كتير وأطلع الهيرويك. الهيرويك يعتبر شيء عادي، لازم نطلع للجراند ماستر. شوف المنطقة أخيرا زبطت معنا يا شباب. وين راح ننزل؟ راح ننزل في الفاكتوري الأسطورية الفاكتوري، لكن أنا أحسن من الفاكتوري. ليش يا نزيم؟ لأنه إحنا كنا ننزل في الفاكتوري فوق السطح نتضارب كالخانز، يعني راحت هيبة الفاكتوري. شوفوا، يعني إذا نزل معي شخص في السطح راح يضرب بالأوزي. فهمتوا؟ هذا الفيديو لقارينا، يا قارينا أرجوكي شيلي عنا الأوزي، شيلي عنا كل الأسلحة. يعني لما ننزل ما يكون عندنا أوزي، ما يكون عندنا أي سلاح. بعدين إن شاء الله الفيديو يوصل قارينا. شوفوا الحين أنا لقيت سلاح الماج صح؟ لما أقتل شخص بسلاح الماج لازم أغير، يعني الفكرة واضحة جدا. لقيت الرفراف، جنني الرفراف. أسكاس متوفر كتير يا شباب، والله الأسكاس متوفر في اللعبة. لا ليش رقصت أنا؟ أسكاس أسطورة. في واحد قدامي يا شباب، الحين شفتك سبحان الله، في الخريطة ظهرت لي على محاونة. لا هاكر، أقسم بالله هاكر. كيف قتلني؟ يا رب ننتقم. وين في شخص يا شباب. ايش قاعد يسوي هنا هذا الشخص؟ عامل فخ. شوفوا دقيقة، عامل فخ أسطوري. لا منجس. شوف لا هروب. ابلع كل انتقم يا رب. لا يا شباب، كارين نصاب.
يعني مجنونة قرينة. أنا جبت كل ونقصوا لي 15. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، قرينة نصابة يا إخوان. جرب هذه الخدعة في الجيب الوحيد، ما راح ننجح، ما راح ننجح. أنا أقولكم قادر الخصم يشتري السلاح اللي لعبنا به من قبل، فهمتوا؟ فراح نشتري له سلاح سيء مشان ما يشتريه مرة ثانية. هذا اسمه الذكاء، اشتري سلاح سيء مشان ما يشتريها مرة ثانية. سلاح سيء معناه هو الفاماس. راح جيبت الفاماس، بس هو سلاح اسطوري. شوفوا يا شباب، انتوا ليش ما تحبوا الفاماس؟ حابب افهم ليش ما تحبوا الفاماس يا شباب؟ والله اسطورة فاماس. شوفوا طلع الايم فقط، انت اضرب وطلع الايم. شوف شفتوا الوان ذهب؟ شفتوا كل الناس ما قاعدة تحب الفاماس. لا يا شباب، لا لازم اقتل هذا الشخص مش بالفاماس. عندي فكرة، لازم اقتل هذا الشخص بالفاماس، فراح ندمجه ونرمي عليه قنبلة. قتلته. ابلع يا صديقي، راح اسحف عليه من فرح. ليش ترك الجيم؟ ترك الجيم الشخص يا شباب. والآن وصلنا إلى نهاية مقطع. تحطوا لايك واشتراك وأنيو.